المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها بحث أهمية برنامج تعليم الكبار، دعوة للسائقين وملاك المركبات للالتزام بقوانين هيئة النقل البري. إدارة مديرية جنوب دنكاليا تقيم أعمالها. المتمردون يدخلون بلدة استراتيجية بالكونغو مع انهيار اتفاق السلام. بوتين يبحث مع رئيس اندونيسيا التعاون النووي وامدادات القمح والطاقة. ومجلس النواب الامريكي يصادق على ميزانية للدفاع تفوق 900 مليار دولار. اهلا بكم مشاهدينا. نظم لقاء تشاوري يومي 8 والتاسع من الشهر الجاري في مدينة كرن حول تقييم خطة برنامج تعليم الكبار الخمسية بإقليم عنسبة بدءا من عام 2020 والأهمية الكبيرة لتعليم الكبار. وذكر مسؤول فرع التعليم في الإقليم الأستاذ كفلاي عند مكيل في اللقاء الذي حضره حاكم الإقليم ومسؤولي أقسام الإدارة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومدراء المديريات. ذكر أن النقاش تناول الوضع الحالي لتعليم الكبار في الإقليم تمهيدا لمزيد من العمل. وتوجد على مستوى الإقليم 176 مدرسة لتعليم الكبار معروفة بعريوت، وبرنامج محو الأمية مع تزايد عدد المستفيدين المستمر. وأوضح مسؤول فرع التخطيط التعليمي في قسم تعليم الكبار والعلاقات العامة وزارة التعليم الأستاذ كابو أيموت بدوره أن الهدف الرئيسي من اللقاء هو تحديد الأولويات وتوضيح المنهجية والتعامل معها وضمان تقاسم العمل وإعداد خطة للسنوات الخمس المقبلة وتقييم فعالية البرامج التي أنجزت. وأضاف المشاركون لوكالة الأنباء الإريترية أن أنشطة تعليم الكبار التي تعد من بين أهم البرامج في قطاع التعليم تمهد الطريق لاستمرار هذا البرنامج التعليمي. وأكد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى ومدير عام قسم تعليم الكبار والعلاقات العامة سيد قبرزقي دمام أكد بأن البرنامج يسلط الضوء على رؤية الحكومة الواضحة في قطاع التعليم، وحث جميع الجهات المعنية على العمل بجد لتعزيز برامج تعليم الكبار، بذكر أن المجتمع المتعلم يخلق جيلا نابضا بالحياة. دعا المدير العام لهيئة النقل البري المكلف السيد فانيل طقا سائقين للامتثال لقوانين وإرشادات الهيئة. وذكر تقديم لوحات ل 3023 مركبة في الأشهر التسعة الماضية، منها 254 لوحة للدراجات النارية و94 للدراجات الكهربائية و762 لوحة للجرارات. وأوضح بأن تسجيل ملكية المركبات وامتلاك لوحات الترخيص أمر إلزامي على إعطاء الأولوية لمسألة الملكية، حيث لا يسمح بتقديم التأمين على الحياة عند ارتكاب حادث مروري إذا لم يتم نقل ملكية السيارات المباعة في غضون 60 يوما. وحول الفحص السنوي للسيارات قال إن 28852 مركبة من أصل 30843 اجتازت الفحص الدوري خلال الأشهر المذكورة، بينما وجدت عيوب في 1991 مركبة، موضحا بأن عدم إجراء الفحص السنوي يعرض إلى المخالفات. وأشار إلى وجود 142 مدرسة لتعليم القيادة في جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن حوالي 52 ألف متدرب خضعوا للامتحان في الأشهر التسعة الماضية، اجتازها 33626 متدرب. وأفاد بأن 3422 مركبة وجدت فيها أعطال عند المراقبة الجارية قرمت بمبلغ إجمالي يزيد عن 14.4 ملايين نقفة. قيمت إدارة مديرية جنوب دنكاليا أعمالها للعام الجاري يوم أمس 10 من ديسمبر بمشاركة المسؤولين الإداريين ومسؤولي فروع الوزارات والاتحادات الوطنية. وأشارت التقارير التي قدمت إلى أن الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية وخاصة الرعاية الطبية للحوامل شهدت ارتفاعا بنسبة 4%، وأن تغطية التطعيم توسعت إلى مستويات قصوى. كما أشارت إلى توسع الخدمات التعليمية التي كانت في أدنى مستوياتها قبل الاستغلال، حيث توسعت في كل المراحل الدراسية
الأساسية من التمهيدية وحتى الثانوية، ومن الضروري أن تتضافر الجهود لتعزيز مشاركة الإناث في التعليم. هذا وقد تم توفير خدمات المياه الصالحة للشرب في قرى المديرية إلى جانب المبادرة التي اتخذت لتنمية النخيل وإنتاج التمور، وتم بموجبها توزيع 383 شتى على المواطنين. وبخصوص صحة الماشية تم تطعيم 17,000 رأس من الماشية وتقديم دورات مختلفة شارك فيها 160 مزارعا على مستوى المديرية. وأضاف فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في تقريره أنه قدم المستحقات لأكثر من 200 أسرة الشهيد، وقام بتأهيل 10 أسر محتاجة بالماشية، إلى جانب تقديم الأدوات الدراسية اللازمة ل 82 طالبا من الأسر المحتاجة. وذكر مدير مديرية جنوب دنكار السيد موسى حجي في كلمته الختامية المواطنين بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتوفرة وتعزيز التنمية الزراعية، وحث دافعي الضرائب إلى سدادها في أوانها. أوضح مسؤول عيادة عدي بزح النس في مديرية دبار والممرض ميكائيل قديه انخفاض معدل الإصابة بالأمراض المختلفة وزيادة رعاية الأمومة والطفولة بنسبة 56%. وقال إن العيادة توسعت خدماتها لتجهيزها بالمهنيين والمعدات الكافية، وأن بناء قرى في انتظار الحوامل ساعد في ضمان حصول الأمهات على الرعاية المناسبة قبل وبعد الولادة، مما أدى إلى انخفاض وفيات الأمهات والرضع إلى الحد الأدنى. وقال الممرض ميكائيل أن نسبة تغطية تطعيم الأطفال دون سن الخامسة قد ارتفعت إلى 87% بفضل الجهد الذي بذلته الكوادر الصحية في القرى وإدارات الضواحي. وأشار إلى تنفيذ حملات ومراقبة مستمرة من قبل ممثلي القرى والشركاء لمكافحة الملاريا، مشيدا بمساهمة السكان. وقد تم بناء 7 غرف انتظار للحوامل في عيادة عد بزح النس بأكثر من 700 ألف نقفة تبرع بها سكان ضواحي عد بزح النس ودك صنعاء وأمادر. تمكن سكان إدامر وإنشناغ وبقو الذين كانوا يعيشون في قرى متفرقة من التجمع في عد حرستاي بإدارة ضاحية جلاس والاستفادة من الخدمات الاجتماعية. وأضافت الأنباء أن سكان هذه المناطق كانوا يضطرون للسفر لساعات طويلة ومكلفة ليصلوا إلى حقاد وكرن للحصول على الخدمات الاجتماعية، وأنهم يحصلون عليها بالقرب منهم حاليا بفضل إنشاء مرافق الخدمات الاجتماعية في موقع وسط. وذكر مدير ضاحية جلاس السيد أسناي بيطروس أن تجميع القرى له مساهمة كبيرة في تحسين سبل عيش المواطنين وتطويرهم، وأن مؤسسات التعليم والصحة وغيرها من المؤسسات في قرية عد حرستاي تساعد في ذلك. وأوضح أنه تم تخطيط وتأسيس قرية حرستاي الواقعة على طريق كرن حقات، كما تم تخصيص أراضٍ لإسكان 300 مواطن، مذكرا الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بمد شبكة الكهرباء والمياه إلى القرية. وتقع قرية حرستاي على بعد 10 كيلومترات شرق مدينة حقات، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 500 نسمة يعتمدون في معيشتهم على الزراعة والرعي والتجارة. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قالت مصادر لرويترز أن متمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا دخلوا بلدة أوفيرا شرقي الكونغو الديمقراطية بالقرب من الحدود مع بوروندي في أكبر تصعيد منذ أشهر خلال الحرب المستمرة منذ فترة طويلة. وتعد أوفيرا الواقعة على ضفاف بحيرة تنجانيقا مقرا للحكومة التي عينتها كينشاسا في إقليم ساوث كيفو وقاعدتها العسكرية منذ سقوط بوكافو عاصمة الإقليم في يد الحركة في فبراير. وقد تمكن السيطرة على أوفيرا المتمردين من التقدم إلى ما وراء ساوث كيفو وفقا لرويترز. يأتي هذا التقدم الكبير لحركة 23 مارس عبر المنطقة الغنية بالمعادن بعد أقل من أسبوع من لقاء رئيس الكونغو فيليكس تشيكسيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي مع الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، وتأكيد التزامهما باتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين تتبادل الكونغو ورواندا الاتهامات بانتهاك ذلك الاتفاق. وحث وزير خارجية الكونغو واشنطن على توسيع نطاق العقوبات على رواندا بهدف استعادة مصداقية جهود الوساطة التي تبذلها.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لتوسيع التعاون مع إندونيسيا في المجال العسكري والطاقة النووية، مشيرا إلى أن الجانبين سيبحثان أيضا إمدادات القمح. وأضاف بوتين خلال استقباله نظيره الأندونيسي برابو سوبيانتو في الكرملين أنه يرغب أيضا في مناقشة ما وصفه بانخفاض طفيف في حجم صادرات القمح الروسي إلى أندونيسيا هذا العام. وكان هذا اللقاء هو الثاني بين الزعيمين هذا العام في روسيا، بينما يسعى بوتين لاستقطاب الزعيم رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في إطار استراتيجية لبناء علاقات أقوى مع دول الجنوب العالمي، في وقت لا يزال اقتصاده تحت عقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا. من جانبه أشاد برابو بالعلاقات الممتازة بين موسكو وجاكرتا، مشيرا إلى زيارة بوتين الأخيرة إلى الهند، ودعاه إلى زيارة أندونيسيا عندما يناسبك في عام 2026 أو 2027. صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الميزانية السنوية للدفاع برسم سنة 2026 سيتم بموجبه رفع النفقات العسكرية إلى أزيد من 900 مليار دولار، بزيادة تبلغ 5 مليار دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة. ويحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتم التصويت عليه سنويا من طرف مجلسي الكونغرس بتوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين المحاور ذات الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة في مجال الدفاع. وأقر مجلس النواب مشروع القانون الذي توج أسابيع من المفاوضات بين الحزبين بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا عارضوه. وستتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يرتقب أن يصادق عليه بحلول نهاية العام. من جانب آخر، يؤكد مشروع القانون على الالتزام العسكري للولايات المتحدة في أوروبا، إذ يمنع البنتاغون من خفض عدد القوات المنتشرة في القارة إلى أقل من 76 ألف جندي دون تقديم مبرر مسبق للكونغرس. أعلنت شركة روش السويسرية القابضة أنها حققت تقدما في أبحاث علاج سرطان الثدي بعد أن أظهر عقارها التجريبي جريد سترانت نتائج واعدة في مساعدة مرضى سرطان الثدي المتقدم على العيش لفترة أطول من دون تدهور حالتهم، وذلك وفق بيانات من التجارب السريرية. وقالت الشركة أن الهدف النهائي المتمثل في إطالة العمر الإجمالي لم يحسم بعد، لكنها أشارت إلى وجود اتجاه إيجابي في النتائج. وشملت الدراسة اختبار العقار الجديد إلى جانب الدواء المثبط للمناعة إيفروليموس، حيث أظهرت النتائج أن الدمج بينهما قد يعزز فرص المرضى عبر استهداف مسارين مختلفين لتطور المرض. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. لقاء لبحث أهمية برنامج تعليم الكبار. دعوة لسائقي وملاك المركبات إلى الالتزام بقوانين هيئة النقل البري. إدارة مديرية جنوب دنكاريا تقيم أعمالها. المتمردون يدخلون بلدة استراتيجية بالكونغو مع انهيار اتفاق السلام. بوتين يبحث مع رئيس أندونيسيا التعاون النووي وإمدادات القمح والطاقة. ومجلس النواب الأمريكي يصادق على ميزانية للدفاع تفوق 900 مليار دولار. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم إلى ما كنتم، من اللقاء.